يا صباح السعادة والهنا والسرور. النهاردة جولة جديدة من جولاتنا في قرى ومدن ومحافظات مصر المختلفة. جولتنا النهاردة في محافظة جنوب سيناء في مدينة راس سدر، في قرية جديدة أو منتجع جديد من أكبر وأشهر منتجعات راس سدر، وهو منتجع بلو لاجون. طبعا انتم متعودين ان انا بقول لكم التقديمة بتاعت الفيديو بعد ما يعني اقضي المدة اللي انا قاعداها في القرية. هقولك دلوقتي اهم مميزات القرية وعيوبها واخبار البحر ايه وكل حاجة فيها. القرية كبيرة جدا ما شاء الله، حلوة جدا. فيها الاول قبل ما اقولك اللي موجود فيها هقولك هي تبعد قد ايه عن نفق الشهيد احمد حمدي. هي بتبعد 70 كيلو عن نفق الشهيد احمد حمدي، بعد مدينة راس سدر. القرية فيها كافة الخدمات، فيها كافيتريات، مطاعم، حمامات سباحة، ملاهي أطفال، فيها كافة الاحتياجات اللي انت ممكن تحتاجيها انت وأولادك، والمساحة كبيرة جدا. وأهم حاجة ان ما بين كل زي ما احنا شايفين كده، ما بين مبنى ومبنى من الشاليهات طبعا موجود البسين بتاعه، اما بسين كبير للمنطقة كلها او ممكن يبقى متواجد 2 بسين في المنطقة اللي انت حاجزة فيها. انا هكمل الجولة وهنشوف مع بعض اركان المنتجع وكل ركن فيه، وهنصور في الشاطئ وفي كل مكان ان شاء الله. ده يعتبر اكبر بسين موجود هنا في القرية. المباني جميلة، المكان اجمل. طبعا انا كده رايحه على منطقه البحر، هعمل لكم فيديو منفصل عن منطقه الشاطئ وهقول لك مميزات وعيوب البحر هنا وكل شيء ممكن تستفيدي بيه من الفيديو وانتي رايحه مدينه راس سدر لو قررتي ان انتي تقضي الصيف بتاعك هنا. المباني هنا جميلة جدا. خلاص قربنا من منطقة البحر. منظر القرية جميل ومباني فيها أجمل. القرية هنا من أفضل 5 منتجعات أو ريزورت موجودة في راس سدر، علشان كده نسبة الإشغال فيها كبيرة جدا، وده واضح من نسبة العربيات اللي موجودة. أنا هصورها لكم علشان تشوفوا قد إيه نسبة الإشغال في القرية كبيرة جدا، وان هي من افضل الاختيارات ليكي لو انتي قررتي تقضي اجازتك في راس سدر او مصيفك في راس سدر، فقرية بلو لاجون تكون من اولويات اختياراتك ان شاء الله. دي طبعا البسين.
واللي جاي بسين للأطفال. البحر ابتدى يظهر قدامنا. كل شاليه أو وحدة قدامها الجنينة الخاصة بيها. أنا هصور لكم الشاليه. هو الشاليه مساحته صغيرة بس جميل جدا، أوضة وصالة، يعني احنا فردين بس. هنا مطبخ مفتوح على الريسبشن، وهنا دي الأوضة. ده الريسبشن بيطل هنا على البسين. المنظر جميل جدا. هنا كل ما شاليه في القرية قدامه الجنينة بتاعته وقدامه المساحة بتاعته. ده الشاليه اللي احنا نازلين فيه. انا واخده ارضي. طبعا بصور الصبح قبل ما اي حد يجي عند البسين. بغيروا هنا المية.
انا كده خلصت جولتي معاكم النهارده في القرية. لو عايزين تستفسروا عن اي شيء او اي معلومة عايزين تعرفوها بخصوص القرية، عن السعر اهم حاجة طبعا، اكيد ده اهم حاجة بالنسبة لكم. سعر الليلة في القرية قد ايه، والخدمات اللي موجودة في القرية برضو فيها خدمات جميلة جدا، والقرية بجد جميلة زي ما قلتلكوا، والبحر فيها كويس جدا. لو عايزين تسألوا عن اي حاجة برضو بالنسبة للبحر وعن ميته، انا مستعدة، اكتبولي في التعليقات وهرد عليكم على طول. بحبكم في الله.